الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج حلوة يا بلدي، أهلا وسهلا بحضراتكم دائما في متابعتكم الأسبوعية لبرنامجكم الهادف التراثي حلوة يا بلدي. ونبدأ برنامجنا بأفراح اسكندرية والزفة اسكندراني. بتبدأ ونقول وصلي صلي على النبي صلي، أغاني شهيرة تنطلق بها الزفة الإسكندراني سواء من حواري بحري والسيالة أو أزقة محرم بيه وكرموز، سواء من حواري بحري والسيالة أو أزقة محرم بيه وكرموز أو شوارع الصغر المتاخمة للكورنيش، معلنة وجود فرح بأحد بيوت الإسكندرية. وعلى إيقاع الطبلة والطار تتردد أغاني الزفة التي عادة ما تتغزل في العريس والعروس، وكذلك الفخر بالحي أو المنطقة التي تشهد هذا العرس. وكانت الزفة الإسكندراني في فترات السبعينات والثمانينات لها لون خاص بها، وكان أصدقاء العروسين وأقاربهم وشباب الحي وحتى النساء يشاركون في الزفة، والكل يردد وراء شخص واحد. وكان لابد من تجهيز سجادة مصنوعة من النشارة الملونة من الخشب أمام بيت العروسين أو العريس، ويتنافس شباب المنطقة في تشكيلها وتجهيزها حتى وصول العريسين. وطبعا كإسكندرية كان مشهور إنسان يسمى السيد حلال عليه برقصته الشهيرة اللي جت في الأفلام الأبيض وأسود، اسكندراني طبعا، وبيميز أهل بحري بتلك الرقصة الشهيرة. وقد طلبه الرئيس السادات بالاسم ورقص أمامه في الإسكندرية، ثم رقص في فرح ابنة الرئيس الراحل أنور السادات. مع فرقة الحرية الفنون الشعبية نخرج نشوف الزفة اسكندراني ونرجع إليكم مستنيكم. الاسكندرانية بتقول ايه؟ شفنا في الجو ويا عذر حل على عذره، رئيس قمر وارسطوطنا
حلوة يا بلدي، ومع كيف تسعد الآخرين. أن يكون لك هذا الهدف يعني أنك شخص عظيم. فمن يعيش لنفسه فقط يعيش وحيدا ويموت وحيدا، ومن يعيش لغيره يسعد في دنياه ويمت سعيدا. وبالإيمان مع هذا يفوز بالآخرة. وأيضا كن مخلصا في عطائك وأرشد فيما عند الناس. سئل الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عملته أحبك الله وأحبني الناس، فقال أرشد فيما عند الناس يحبك الناس. ونقول التي يكون من أهدافه إسعاد الآخرين يجب أن يعطي كثيرا ولا يتوقع في المقابل مردود. ومع فقرتنا التالية فقرة التواصل مع الأجيال، والأستاذ الفاضل محمد سعيد المحاضر بقطاع البترول، نخرج ونلتقي بهذا التقرير ونعود إليكم مستمعين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج حلوة يا بلدي، دائما على تواصل مع حضراتكم والخبرات التي نجدها لدى القادة بالإسكندرية. ولنا الشرف مع الأستاذ محمد سعيد وفقرتنا التواصل بين الأجيال. أهلا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالبرنامج. أهلا بيك سيادتك، ودايما مشرفنا ومنورنا دايما فقرة التواصل بين الأجيال. شكرا. الله يحفظك. بالنسبة إن شاء الله اللي طبعا كلنا اتعلمنا من الكبار وحذونا بعض ما تعلمنا منهم. نحب نتعرف من سيادتك على أهم القيم والحكم والمعارف التي تعلمتها من الكبار وأثرت في حضرتك. في الحقيقة أن يعني كان صداقاتي دايما في الصغر أغلبها كانت مع كبار السن، وده كان يعني مسار نقد من أصدقائي اللي هم في نفس السن. لكن كان أحدهم وهو كان أحد مشايخ مسجد من المساجد، كان وهو متجه للمسجد صلاة الظهر أو العصر ولقينا بنلعب كورة، فكان يقول لنا يا جماعة الظهر هيأذن أو العصر هيأذن، طب تعالوا صلوا الأول وبعدين ارجعوا العبوا زي ما أنتوا عايزين. فجذب عدد من الأصدقاء وكنت معاهم. فمن ضمن الحاجات المهمة اللي هم حطوها في شخصيتنا إن يقول لك ما تطمعش في حاجة في الدنيا، لأن يعني رزقك مقدر وهيوصلك، لكن انت عليك السعي. انت اسعى واعمل اللي عليك والله وسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى. لكن ما يبقاش عندك طمع في حاجه معينه، فلما ما تحصلش فهيتاثر نفسيا، فهتعقد، ممكن تنحرف. وفي نفس الوقت ما تطمعش في اللي في ايد غيرك، لان الناس هتكرهك وهتبعد عنك. فانت خليك اعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى. فكان ده الحمد لله كان مبدأنا، واستمرينا على الدعوات بتاعتهم، والحمد لله بعدنا عن كل انحراف. وكان في كتير من الزملاء في المدرسة وفي الشارع طبعا جميع انواع الانحراف اللي تخطر على بالك كانت موجودة، لكن لا الحمد القلة اللي قدروا يحافظوا على استقامتهم، والحمد لله كلهم ناجحين وسامعين عنهم خير والحمد لله. لكن كل الفئة في منها الكويس وفي منها السيء. فمن ضمن الحاجات اللي قابلتنا في بداية عملنا ان اشتغلت مع مدير مخازن كان عادل جدا، وكان التفرقة بين العامل والآخر هو كفاءته في العمل. والحمد لله ده غرز فينا عملية الاستقامة وعملية العمل الجيد، ودون النظر لأي مكافأة أو أي جزاء ممكن يقع عليك،
لان حسيت ان في عداله، وهي العداله دي هي اللي بتربي النشء، وهي اللي بتعوده ان هو يشتغل ويخلص في عمله، وبعد كده يسيب الجزاء على اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاله الامكانيه وعطاله الفرصه ان هو يقيمك ويديك حقك. تمام. ففي نقطه بقى مهمه جدا نحب نتكلم فيها في الوضع ده، ان رئيس العمل لما يظلم عامل ويدي تقريره لعامل اخر لا يستحق، فتعالى نحسب كده عدد الذنوب اللي خدها والظلم اللي وقع على العامل بالظبط. ده. هو اساسا خد حق عامل ويستحقه. اخذ العمل ده في حد ذاته ذنب، ومن حل عطاني من يستحق ادي ذنب تاني. وبعدين لم يكون ثقه لمن ولاه، اللي ولاه حطه في المكان ده عشان يشرف على العمل ويوجه ويقيم، فهو في التقييم خان كمان من ولاه الوظيفه. تمام. بالاضافه بقى الى ذنبه مع الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فلو حسبنا كل هذه الذنوب ما حدش كان يقدر يخالف اي حاجه من الحاجات دي، لان من شرط التوبه انك ترد المظالم مع الناس بالذات. تمام. ممكن تقصير في العباده، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفرها، هيغفر لك بمجرد انك تبت ورجعت تاني واستقمت، فدي في ايد ربنا سبحانه وتعالى وهو غفور رحيم. لكن الاساءه مع العبد، يعني لما تدي جزاء لعامل وترتب عليه ان يبقى تقريره ضعيف في كذا سنه ويستمر معاه طول العمر، تخيل مدى الظلم اللي وقع على هذا العامل. طب امتى هترجع هذه المظالم؟ وبعد ما تسلب منك المركز اللي انت بتقيم فيه العامل، طب هترد المظالم دي ازاي؟ يبقى معلقه عند الله بالظبط. فالنقطه دي لله الحمد دي اتاكدنا منها وعرفناها وحمدنا ربنا سبحانه وتعالى بعد الخروج كمان على المعاش، لان ما بقاش فيه لك سلطه على اي من العمال. ففي الوقت ده الواحد بيقول يعني مهما كانت النتيجه الحمد لله الواحد ما ظلمش اي عامل وعشان يرتكب ذنب معاه. يبقى احنا ندعو كل اصحاب المسؤوليات ان هم يحققوا العدل في مكانهم، لان العدل ده اسم من اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. وخصوصا كل ما علت السلطه، فكل ما زاد عدد المرؤوسين كل ما زادت المخاطر. وللسبب ده في الاسلام زمان كان كل بيهرب من القضاء. ايوه. لانه عارف حسابه مع ربنا ازاي، يخاف منه. وبالظبط، وعارف ان هو ممكن ما يحكم غلط فيخاف من العقاب. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم من توجيهاته عليه الصلاه والسلام انك بتحكم باللي شايفه قدامك، اللي انت مش شايفه خلاص ربنا سبحانه وتعالى عارف وهيحكم فيه. لكن لو انت بقى عارف واضطريت لحاجه زي كده او تحيزت لطرف على الطرف الاخر، فتخيل ما هو العقاب عند الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله سبحانه وتعالى. بالنسبه يا استاذ محمد، ليه الشباب دائما يلجأوا للهروب من توعيه الكبار لهم؟ ما هو الاختلاف في الزمن. ويعني النهارده احنا الاول كنا لما دخل التلفزيون كان موجود في بيتين او ثلاثه، موجود في قهوه او غيره، الناس تتفرج على ماتش او تمثيليه، وبعدين الساعه 8 خلاص ينتهي الارسال. النهارده التلفزيون شغال 24 ساعه. حتى اللي شفته من شباب العمال وخصوصا عمال البناء تلاقيهم قاعدين على القهوه، والقهوه مشغله لهم افلام على الدش. ايوه. وبيتفرج عليها سهران لغايه الصبح. طب ده لما يجي يروح الشغل هيشتغل ايه؟ فين صحتي؟ يبقى اذا احنا مشكلتنا ان احنا التكنولوجيا بتضرنا مش بتنفعنا. لان المفروض ان انا التكنولوجيا دي تفيدني ان انا اتعلم وتعليم يبقى اسرع وامكانيات اكتر. لكن عشان ان انا استخدم الميزه ديت في ضرر ليا، وخصوصا بنشوف الكلام ده في المزارع. الفلاح زمان كان بعد العشاء بيصلي العشاء ويقعد شويه يشرب شويه شاي بعد ما يتعشى وينام عشان يقوم الصبح يروي قبل الفجر، من الفجر قبل الشمس ما تطلع عشان الشمس ما تبخرش الميه اللي بيروي بيها. وبيروي كذلك من بعد العصر والمغربيه برضه لنفس السبب. النهارده الفلاح عشان يقوم ينام الساعه 7 الصبح هيصحى الساعه 12، مش هيقدر
يروي ارضه، مش هيقدر يهتم ببيته. ما دي البدريه اللي كانوا بيغنوا بيها زمان. بالظبط. يصحى يصلي الفجر ويتوكل على الله في المزرعه بتاعته. فالنهارده لابد من التعامل الجيد مع التكنولوجيا، وده المفروض التوجيهات تبقى بالوضع ده. ان احنا دخول الكهرباء ميزه كبيره جدا دخلت في الارياف وفي الصعيد، لكن النتيجه ايه؟ هل النتيجه محموده ولا نتيجه مذمومه؟ يبقى اذا لازم التوجه، لازم نستفيد من كل ميزه بتحصل عندنا. تمام. شكرا لسيادتك دايما على حديثك الجميل. العفو. في فقره التواصل بين الاجيال، ولنا لقاءات اخرى مع سيادتك. شكرا يا استاذ محمد. العفو يا فندم. شكرا لحضرتك، شكرا للبرنامج. شكرا جزيلا. عدنا إليكم حضرات المشاهدين الكرام، نسعد بكم دائما وبمتابعتكم لفقرات برنامجكم الهادف حلوة يا بلدي، وشعارنا في حب مصر نلتقي. ومع مؤتمر الصحة النفسية من الطفولة للكهولة الأول بمركز التعليم المدني بالشلالات بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيمان حسان والأستاذة نادية أحمد أمين عام المؤتمر، حيث شارك العديد من العلماء والقامات في إسراء فعاليات ذلك المؤتمر، فجاء الأستاذ الدكتور عنتر سليمان استشاري الصحة النفسية مع الدكتور مصطفى هاشم البنان خبير الصحة النفسية، ومحاضرة دكتور رضا طعيمة الخبير العالمي في علوم التربية والاتزان بعنوان رحلة في الأعماق، ومحاضرة الدكتور السيد عبد العظيم المناوي مدير مركز الفيروسات الكبدية بمستشفى الحميات بعنوان الحالة النفسية وتأثيرها على الحالة الجسدية، ومحاضرة الدكتور محمد عبد العزيز بعنوان دور الإعلام في دعم الصحة النفسية، مع العديد من المشاركات وورش العمل المتنوعة. ويسعدنا أن نخرج الآن نلتقي مع التوصيات النهائية للمؤتمر برئاسة الدكتورة إيمان حسان. نخرج نشوف التقرير ونرجع إليكم مستنيكم. لإعادة بناء المواطن المصري، لأن دي حاجة مهمة جدا، زيادة الوعي عند المريض وزيادة الوعي برعاية ظروف التمريض ذات نفسه، الممرضات، الاهتمام باللغة الإعلامية، تفعيل دور الإعلام بالصحة النفسية، لأن الإعلاميين لهم دور جامد جدا، معانا ناس إعلاميين ياما موجودين في المكان. ربط موضوع الصحة النفسية برؤية مصر 2030 عشان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفعيل دور المؤسسات المجتمعية للدمج المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه الاهتمام بترويج الوعي بالمشكلات النفسية وطرق مواجهتها وتحقيق الجو الأمني للإنسان المصري، وتفعيل دور الأخصائيات في المؤسسات وفي جميع دور التعليم. واخر حاجه ضروره تقديم دورات تدريبيه للاخصائيين والموظفين في القطاعات الخاصه والعامه ومختلف المجالات لمراعاه الضغوط النفسيه وتحقيق التآلف بينهم في العمل والتعاون. وبشكركم جدا جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم دائما معنا في برنامجكم حلوه يا بلدي، وحول لمحات من مكانه مصر الدينيه والتاريخيه عبر العصور. فمصر ذكرت في 25 موضعا بالقرآن الكريم، وصى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتبوأت منزلة حضارية دينية بعد دخول الإسلام إليها، خصها إعلام المؤرخين بأجزاء من مؤلفاتهم للحديث عن فضائلها، منهم المقريزي بشر فيها سيدنا إدريس عليه السلام بالتوحيد، وعلم الناس علوم المدنية والتمدن منذ فجر الإنسانية على عهد آدم عليه السلام، وفيها ارتفعت رايات التوحيد الذي جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم،
كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل مصر سيكونون على امتداد تاريخ الإسلام القوة الضاربة دفاعاً عن ديار الإسلام في مواجهة التحديات والغزوات. ولقد أكد التاريخ على نبوءة الرسول المعلم، حيث تمت هزيمة الصليبيين وكسر شوكة التتار والعديد من الانتصارات على يد الجيش المصري العظيم. نطلع للفقرة القادمة بإذن الله ونشوف عدد من اللقاءات بمؤتمر الصحة النفسية من الطفولة إلى الكهولة، ونرجع إليكم نستنيكم. من داخل مؤتمر الصحة النفسية من الطفولة للكهولة، ومعانا رئيسة المؤتمر الدكتورة إيمان حسان. أهلا بيكي. اهلا وسهلا. كنت عايزة أعرف سبب إقامة حضرتك لهذا المؤتمر وتشجيعك على لموضوع الصحة النفسية خاصة من الأطفال للكبار. يعني دايما بنشوف مؤتمرات متخصصة في جزئية معينة، يعني صحة نفسية للأطفال، لكن إحنا بنشوفناك النهاردة جمعت الصحة النفسية من الأطفال للكبار. تمام. دلوقتي لو هنفكر مع بعض كده هنلاقي ان الضغوط النفسيه مفيش حد مش مضغوط. البنت الجامعيه مضغوطه، العروسه اللي لسه متجوزه مضغوطه، الحامل مضغوطه، الناس الكبيره اللي محتاجه حد يسال عليها مضغوطه، الاطفال الصغيرين اللي مفيش فيهم كامل او اللي عندهم مشاكل ذوي احتياجات خاصه او اوتيزم او كده، الناس دي كلها مضغوطه. عندك المشاكل اصلا جت من ان احنا من البدايه ما خدناش بالنا واحنا بنربي ولادنا ان احنا يعني حامل لو هي اصلا من الاساس فكرت ان هي تهتم بصحتها كويس، بتجيب طفل كويس، بتربيه كويس، لو عندها مشاكل عرفت تعالجها نفسيا بشكل كويس بيبقى الدنيا كويسه. لكن مين ما عندوش مشكله؟ مفيش حد ما عندوش مشاكل. طريقه تعاملنا مع المشاكل هي كانت السبب ان احنا قلنا نعمل مؤتمر الصحه النفسيه من الطفوله للكهوله، لان احنا الطفل اللي عنده مشكله نعلمه. احنا لو علمنا الكبار ازاي يتعاملوا مع مشاكلهم يبقى احنا بالتالي الكبيره دي هتربي طفل تخليه ازاي لما يكبر يبقى عنده مشكله وهو صغير يفكر يحل مشكلته بطريقه ما تتعبوش نفسيا، ما تجيبش ليه امراض. بس دي كانت الفكره. شفنا ابحاث علميه في المؤتمر وحضرتك خليتي الدكاتره كان اساتذه كبار في الصحه النفسيه ناقشوا هذه الابحاث. عايزه اعرف من حضرتك ايه اللي خلاكي دخلتي الجانب العلمي في المؤتمر؟ اولا الجانب العلمي دخل في نقطه مهمه قوي في التمريض. انا واحده من الناس مؤمنه جدا ان فئه الممرضات في المجتمع بتاعنا الشعب المصري خصوصا بينظروا لها نظره مش كويسه خالص. فانا حبيت ان يتبص لها البحث اللي يتعمل يكون حد من قلب الكارير ذات نفسه، حد يبقى هو ده شغله ويعرف يتكلم فيه بطريقه توصل للناس سليمه ومميزه. فلما تيجي بقى دكتوره في التمريض تيجي تتكلم في التمريض هتدخل القلب ذات نفسه وتشرح لك المشاكل بتاعته والحاجات اللي بيعانوها. ودي نقطه انا حبيت احط نقطه سبوت عليها عشان خاطر الممرضات دول ملائكه الرحمه، دول اللي بيقفوا في نسبه منهم احنا عارفين ماشي تمام، بس نسبه كبيره الناس دي هي اللي بتشوفنا على خط الراحه لما بنتعب. الناس دي برضو بتعاني نفسيا لانها بتشوف حالات مرض وحالات وفاه وحالات ازمات صعبه جدا. جانب ضغوطها خلي بالك امل، جانب الضغوط بتاعتها النفسيه، يعني هي اصلا بتعالجنا احنا وبتشيل مشاكلنا في قلب عملها وبره عملها هي عندها اصلا مشاكل ثانيه، فاحنا لازم نكون داعم ليها مش نكون احنا سبب من الاسباب اللي عندها مشاكل جديده مشاكل نفسيه. المؤتمر خرج بتوصيات كبيره جدا، عايزاكي تقولي لنا بعد التوصيات. ان احنا نستثمر وصيه الرئيس السيسي في دعم المواطن المصري، ان احنا ندعم التمريض والممرضات، ان احنا نكون في المؤسسات ندعم نكون في اخصائيه اجتماعيه، يكون في كل مؤسسه اخصائيه اجتماعيه تقدر تكون داعم، تقدر توفر الكلام الصحي والاسلوب الصحي للناس اللي محتاجاه في كل مؤسسه متواجدين فيها تعليميه او غيرها. في الاماكن الخاصه يكون في دور لاقامه الكورسات او الدورات التدريبيه اللي تاهل الناس للتعامل نفسيا بحيث نفسي ده ياثر بالايجاب على الصحي طبعا. وان الناس بقى المجتمعيه نقدر احنا نتعامل احنا كمان كفرد اللي هو اصلا يعني الفرد ده نواه المجتمع، لازم احنا اول نأهل نفسنا عشان خاطر ان اللي بيطلع مننا انباتنا احنا يكون بشكل كويس وشكل سليم، يبقى احنا صحتنا نفسيه ونقلنا ده للاجيال اللي بنطلعها كمان. اكيد الصحه النفسيه مهمه جدا. بنشكر حضرتك يا دكتوره ايمان على وجودك معانا، ومؤتمر موفق ان شاء الله. اشكرك. شكرا.
لازلنا داخل مؤتمر الصحة النفسية من الطفولة للطفولة، ومعانا أمين عام المؤتمر أستاذة نادية أحمد. حضرتك منورانا في البرنامج. عايزة أعرف من حضرتك سبب مشاركتك في البرنامج في المؤتمر وتحمسك ليه؟ انا بالنسبه لمجال شغلي بتعامل مع اطفال كتير. الاطفال بتكون سلوكياتهم سويه كويسه، مره واحده بلاقيهم بقوا عندهم عنف بل ساعات بلاقي طفل انطوائي او طفل عنيف او حاجه، فبلاحظ السلوكيات دي. بالنسبه لي انا اخصائيه تعديل سلوك، فبحاول ببعت للام وبتحاور معاها، فبعرف ان هي اصلا مضغوطه نفسيا وضغط على بنتها نفسيا بسبب ان في مشاكل اسريه. فمن هنا عرفنا ان هي الضغوط النفسيه بتاثر على سلوكيات الاطفال، فقررنا يعني ان احنا لازم يعني ننقذ الموضوع على الاطفال بحيث ان شخصيه الطفل تتكون في السنوات الاولى من عمره. فقررنا ان شاء الله ان احنا نعمل. لاحظنا ان حضرتك في المؤتمر مش بس موجهين المؤتمر للصحه النفسيه الخاصه بالطفل، يعني مهتمين بالصحه النفسيه حتى للكبار، لان كلنا عندنا ازمات نفسيه وبتوصلنا الازمات النفسيه ساعات لاكتئاب، والناس كلها بتخاف من فكره زياره الطبيب النفسي او يقولوا على زياره الطبيب النفسي ده جنان يعني. لا، الكبار كمان الصحه النفسيه بتاعتهم مهمه. ليه اهتميتوا بالصحه النفسيه كمان للكبار؟ بالنسبه برضه لمجال شغلي، الامهات كتير لما بتبقى مربوطه نفسيه بسبب في ام معيله، ام منفصله، في ام لطفل توحدي او ام لطفل ذي احتياجات خاصه، فبتكون مضغوطه نفسيا وماديا. فبرضه يعني من ضمن الاسباب اللي احنا بنختار نعمل مؤتمر للفئه الاكبر. حضرتك اتكلمتي في كلمتك في المؤتمر على موضوع اهميه ان الواحد يريح دماغه زي ما بيقولوا قوي، يعني ما يشيلش هم وما يتضايقش وما يزعلش ويبعد عن اي حاجه بتزعله. هل ده سبب اكبر سبب شايفاه بيؤدي ان صحه الانسان النفسيه تسوء؟ طبعا، يعني في ناس منفصلين كتير والزوجات اللي هي منفصله تعبانين جدا على الحاله الاجتماعيه اللي هي انفصلت خالص، او عن الانسان الشريك في الحياه اللي هم. فانا بقول لها خلاص يعني سيبك خلاص، يعني سيبك وخلاصي من اي حاجه تفكري بيه اصلا، واي حوارات بيه، اي ذكريات بيه، بحيث ما تفكريش فيه تماما خالص. هل شايفه ان الاطفال بتتاثر نتيجه انفصال الاب والام والحاله النفسيه السيئه للام او الاب نتيجه علاقتها مع الشريك يعني؟ بنسبه 70%، لان على حسب مستوى التفكير للزوج للاب والام. في ابهات متفاهمه لما بيحصل انفصال عادي جدا وبيكون في ود ما بيطلعش كلام مش كويس على امه، بحيث ان الطفل برضه ما يتاثرش ويعيش حياه سويه. في دي بقى دي نسبه ضئيله جدا. اما النسبه الاكبر والاصعب وهي سبب المشاكل النفسيه وسبب ظهور سلوكيات غير سويه، اللي هو الابهات اللي بتحاول تشوه سلوك الام او بتضغط على العكس او بتضغط على اعصاب الام وبتاخد منها اولادها. هي الحاجات. بنشكر حضرتك جدا. عدنا إليكم والعودة أحمده، وأهلا وسهلا دائما بلقائنا بحضراتكم مشاهدي برنامج حلوة يا بلدي. ومع عصر الحكاية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والذي يحتفل به العالم، نقص عليكم أحداث عن إذاعة صوت العرب. احتلت إذاعة صوت العرب مساحة واسعة من وجدان وعقول الشعب المصري والعربي على السواء، فتركت أثرها في الأجيال التي عاصرتها واللاحقة عليها، لما لعبته من دور وطني وقومي في بث خطابات الوحدة الوطنية ومحاربة الاحتلال بكل وسائلها. وقد أنشئت في شهر يوليو عام 1953 ميلاديا، حيث بثت أثيرها إلى جميع أقطار الوطن العربي، واستخدمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية. صاحب فكرة تأسيسها هو الدكتور محمد عبد القادر حاتم، الذي تولى فيما بعد منصب وزير المعلومات المصري. ومن أشهر مذيعيها الأستاذ الراحل أحمد سعيد. وقد حاولت فرنسا التي كانت تحتل الجزائر حين ذاك الوقت إسكات صوت العرب،
بتوزيعها أجهزة الراديو على أهالي الجزائر لاستخدامها، حيث أن هذا النوع من الراديو لا يلتقط هذه الإذاعة خاصة ألا وهي صوت العرب لإسكاتها والتعتيم عليه، ولكنه فشل في ذلك. وصفها محبوها بأنها صوت المناضلين العرب وحصن العروبة الإعلامي والمدافع عن القضايا العربية. هذه إذاعة صوت العرب، صوت العروبة كافة. والآن نخرج ونستمتع مع أغنية أنت عمري والفنانة أميرة محمد سعيد. نخرج ونستمتع معكم ونعود إليكم مستنيكم.
اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عليا ازاي عليا أهلا وسهلا دائما وأبدا بحضرات المشاهدين الكرام ببرنامجكم حلوة يا بلدي. شعارنا في حب مصر نلتقي، ونقول دايما مصر حلوة، يمكن أحلى من باريس. مصر لما تشوف جمالها تحس إن الدنيا غنوة، وإنك أنت اليوم عريس. فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر. جملة قالتها الفنانة المبدعة عفاف راضي بأغنية مصر هي أمي، وأثبتتها الأيام. فمع إطلاق هاشتاج حلوة يا بلدي This is Egypt على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستجرام، تسابق المصريون ليظهروا أفضل ما لديهم من مناطق سياحية قد لا تتمتع بالقدر الكافي لتسليط الضوء عليها، ليظهروا للعالم بمناطق لا يخطر على أذهان أحد أنها بمصر، ويكون لسان الحال مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. والآن مع فقرتنا مع الأستاذ الدكتور طارق رزق شلبي، وحول العديد من المفاهيم المصرية الحالية يعلمنا ونتناقش معه حولها. نخرج نشوف التقرير ونعود إليكم. مستنيكم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم حلوة يا بلدي. نستضيف اليوم ضيفنا الغالي علينا دائما الأستاذ الدكتور طارق رزق شلبي، المحاضر الدولي المعتمد، وكما تعودنا في أحاديثه أنه يعطينا المعرفة التي تهم مجتمعنا المصري. فنرحب بسيادتك في البداية طبعا. اهلا بحضرتك يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. طبعا من احاديثنا اللي فاتت لاقت رواج في المجتمع وفي الجامعه وفي اصدقاء حضرتك عبر ما نشرناه من احاديث مهمه. فنكمل مشوارنا ونقول ايه مردود سيادتك الحديث عن الفساد في الشركات وكيفيه علاج هذا المشكله يعني. والله مجرد ان حضرتك احنا اتكلمنا الحقيقه المره اللي فاتت عن مواصفه مكافحه الرشوه نعم. والفساد، اللي هي المواصفه اللي قلنا كانت نازله سنه 2016. نعم. 37001 2016. انا فوجئت بان في ناس كتير جدا كلمتني الحقيقه، ولقيت ان الموضوع يعني واخد منهم عايزين يطبقوه بالطريقه العلميه، مش لمجرد ان ايه ان احنا بنتكلم على جمعيات مكافحه فساد ولا مبادرات مكافحه فساد. لا، دول عايزين يطبقوه فعلا بالطريقه العلميه اللي المواصفه بدات تنزلها. والحمد لله مصر برضو يعني بتاخد من المواصفه وبتعمل مواصفه خاصه بيها، مواصفه مصريه عن مكافحه الفساد، واعتقد ان هي قاب قوسين او ادنى ان هي تصدر يعني. الموضوع لقى رواج كبير جدا، ان هم بداوا فعلا يفكروا ان هم ياخدوا ايزو مكافحه الفساد. وان كان انا بقول لهم دايما ان ليس معنى حصولك على الايزو ان انا بضمن لك ان انت تبقى ما عندكش فساد.
ولكن حضرتك بتاخد الموضوع وبتاخد الاسس العلميه اللي على اساسها حضرتك بتبدا تستعد في كل الاقسام بتاعتك، في كل العمليات بتاعتك بتاعت اي منشاه، سواء كانت حكوميه او غير حكوميه، سواء كانت جمعيات، اي مكان. يعني حضرتك احنا النهارده بنسمع قصص والفيس مليان، ده يقول لك انا بروح كل مكان مش عارف ايه وبيصوروا ناس وبيعملوا. لا، احنا عايزين بقى الاسلوب العلمي هو اللي يتبع في مثل هذه الامور، وبنفس اسلوب المواصفه. المواصفه على فكره هايله جدا، عاليه جدا، وهتساعد الشركات والمؤسسات ان هي فعلا تقدر تكافح الفساد. دي حقيقه. تمام. وده المردود ده انا لقيته شركات كتير اتصلت بيا حقيقه، شركات صناعيه. احد الجامعات اتكلموا معايا في الموضوع ان احنا عايزين ياخدوا الشهاده بتاعت ال 37000 2016. فمجرد ان الثقافه بدات تنتشر ده في حد ذاته من خلال برنامج حضرتك انا ومن خلال جمعيه المهندسين. الحقيقه طبعا هي كانت اول ندوه في جمعيه المهندسين زي ما قلت لحضرتك قبل كده. الحقيقه ده يعني حاجه كويسه جدا، وان الناس متوجهه لده معناه ان هم خايفين على بلدهم، خايفين على مؤسساتهم. تمام. دي حقيقه، وده هيعود في الاخر على الاقتصاد القومي بتاع بلدنا، وهيعود على سمعه المنشآت ديت، وهيعود على المجتمع العالمي يعرف ان احنا بنطبق الكلام دوت، وبنطبقه مش مجرد ورق ولا مجرد شهادات. تمام. ما هو ده سيادتك الاصلاح اللي الحكومه بتطالب بيه المجتمع. دي حقيقه فعلا. بالنسبه لحضرتك بقى للظروف اللي احنا فيها دلوقتي والعالم كله فيها، نحب سيادتك تعرفنا بالتوعيه الخاصه باستخدام الكمامات وطبعا القفازات الصحيه. والله انا بتكلم في الثقافه بتاعت كورونا، حضرتك بتتكلم حضرتك كورونا. طبعا هو كورونا هو فيروس، ويمكن كل الفيروسات كلها هي ما هي الا عباره عن حامض نووي اسمه حامض نووي ريبوزي، ويمكن هو كان بيقولوا عليه سنجل لاين يعني شريط واحد بس، الا ان هم بعد كده بقى واللي بنقراه وبيقول لك ان هو قد يكون يعني مهجن صناعي معمول مخصوص. ما نقدرش نجزم بده الحقيقه، وفي تقارير طلعت والهند طلعت تقارير وكده، لكن احنا نسيبنا من كل ده لحين ان هم يعرفوا اسباب الفيروس ايه. ولكن احنا ما يهمنا كمجتمع مصري، احنا النهارده عندنا ناس كتيره جدا واصدقائنا واخواتنا واهالينا كلهم بيطلعوا عمرات وبيبقوا في اماكن مزدحمه، واحنا كمان ثقافتنا نوت يعني ثقافه الشعب المصري محب لبعضه، فتبص تلاقي القبلات ما زالت شغاله والاحضان ما زالت شغاله، وفي زحام بنقول بلاش الحاجات دي. والله انا مش معناها يعني مش معناها ان احنا مش معناها ان انا بقول لك ان انا بكرهك يعني، لا احنا هنسلم على بعض، بس يا ريت ثقافه غسيل الايدي وتبقى ثقافه موجوده عندنا، وديت موجوده في كل الاديان يعني. النظافه النظافه يعني موجوده باستمرار، ان احنا دايما ريقنا ما يبقاش ناشف على طول، بنشرب ميه باستمرار عشان الفيروس ما بيقعدش في البيئه الرطبه ديت خالص. دي ثقافه مهمه. الكمامات انا كنت في احد الشركات الحقيقه، وبعدين فوجئت ان هو عنده مراكز توزيع، وفي مراكز التوزيع بتاعته قال لي انا هخلي الناس اللي بتاعتي تلبس كمامات، انا خايف على الناس بتاعتي وخايف على الجمهور. فمجرد ان هو يعمل ده ويبقى دي ثقافه موجوده في المجتمع بتاعنا، انا بعتبرها حاجه مهمه جدا. بس نلبس الكمامه صح يعني، اسد الاطباء هم اللي يقولوا لنا طبعا اللي يساعدونا ان احنا نقول حاضر. طبعا اكيد عشان صحتنا اكيد صحه بلدنا طبعا، ويا رب يحفظ ولادنا وبلدنا واهالينا كلهم من شرور الامراض ومن كل شر ان شاء الله. بس احنا ناخد بالاسباب يعني. انا ده اللي انا عايزه من الناس، عايزه من الناس المصريين المحبين لبلدهم. يا جماعه ما تستهتروش وما تسخروش، ومعلش يعني مش احنا بلد كبيره وتعدادنا كبير جدا، وبنقعد في حتت مزدحمه بشكل كبير. احنا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله احنا يعني وقيادتنا الحمد لله يعني بتحافظ على اولادنا، يعني جابتهم لنا عشان بتحافظ عليهم. بالظبط كده. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني جاب الطياره بالناس وبيحافظ على اولاد الشعب المصري. طيب يبقى احنا كلنا بقى ده توجه من فوق، يبقى احنا كمان توجهاتنا احنا وثقافتنا لازم تتغير، ان احنا ناخد بالاحتياطات الصحيه ان شاء الله اللي تبعد عنا الامراض يا رب، ويحفظ مصر دايما يا رب. شكرا يا دكتور طارق على حديثك، ودايما علاقات متميزه ده مع سيادتك ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جدا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. كن مرحا، كن مبتهجا لتكن ناجحا. لك ان تعرف اهميه ان تكون مرحا ومنطلقا في صناعه نجاحك. فعلماء النفس
يقولون أن المرح يخلق مناخا نفسيا مشحونا بالسرور والغبطة والارتياح، ومثل هذا النموذج الصحي يطلق القدرات العقلية للمتعلم بسهولة ويسر، بخلاف مناخ الكآبة والحزن أو التشاؤم حفظكم الله. فالإنسان المرح ودود وذكي وقوي، وأيضا هو منفتح على الحياة، فهو يرغب بأداء دور أفضل، كما يرغب بأن يسعد بالآخرين وأن يسعدهم أيضا. فمرحه ينعكس بالتأكيد على الآخرين وعليه أيضا، فهو أبدا لا يسمح للحظات حزنه، وهو أمر لا ينجو منه أحدا على أي حال أن تحول مجلسا يوجد فيه إلى حزن، بل تجده يفضل الصمت على أن يترك شيئا سيئا لدى الآخرين، وإنما المرح هو نظرة متفائلة للحياة. والآن نلتقي بفقرة مع الأستاذ الدكتور مصطفى هاشم البنان خبير الصحة النفسية في تقرير أعددناه معه في مؤتمر الصحة النفسية من الطفولة إلى الكهولة. نطلع نتفرج على التقرير ونرجع إليكم مستنيكم. أنا داخل مؤتمر الصحة النفسية من الطفولة للكهولة، ومعنا أحد الحضور المؤتمر دكتور مصطفى البنان استشاري الصحة النفسية. منور يا دكتور. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. عايزين بس نعرف من حضرتك سبب مشاركتك في المؤتمر وتحمسك لوجودك فيه. المؤتمر يقوم أساسا على مفهوم الصحة النفسية وطريقة التعامل بعضنا مع بعض، وده موضوع مهم جدا ومن ضمن أكبر التمرينات إزاي الإنسان يحقق نفسه سعادته النفسية، لأنه الصحة النفسية هي تكون موجودة هناك خلل نفسي، والخلل النفسي ده بيؤثر على الجسم، ممكن يكون في أمراض كثيرة في جسم الإنسان ويكون سببها عدم التوافق النفسي وعدم وجود السلوك السوي والراحة النفسية والإيمان. الإنسان فينا إذا ما عاش الموضوع ده ما خدش باله منه بيجيله أمراض كتيرة منها أمراض الضغط. طيب حضرتك كنت في كلمتك في المؤتمر كنت ألقيت الضوء على كيفية التعامل بين الأزواج في البيت، يعني كنت بتقول إن لازم الإنسان يعني يتناسى بعض المشاكل وما يدققش وحاجات زي كده. عايز أعرف من حضرتك التوصيات ديت عشان برضو المشاهد يشوفها بعين. بص، ما فيش حد فينا من غير أخطاء ومحدش فينا من غير عيوب، فأهم حاجة أن نتصيد لبعضنا بعض. فهو أنا هغلط أكيد أنا ليا أخطاء لأن أنا بشر، فممكن يبقى عندي ضغوط عمل، ضغوط أي حاجة، فممكن المفروض هي تعمل تغافل عن الضغوط أو تأشر كل حاجة. نفس الحكاية بالنسبة لي أنا، هي في داخل المنزل بتعمل حاجة هي تعبانة وصحتها تعبانة لكن هو مجهول الحاجة، فممكن أنا بعض الحاجات أعملها تغافل. لو أنا حاجات يعني عايزة يعني ضروري في حياتي زي ما قلنا قبل كده يبقى في استغناء، بس مش استغناء عن مبسوط. ايوه طبعا، لا هي استغناء عن المشكله او سبب المشكله يعني. ايوه انا بتكلم على مش عايزين الناس تاخدها للمجال تاني. لا خالص انا بتكلم على حاجات الاشياء الدنيا. ايوه طبعا. لكن في العلاقه وانا زي ما قلت كده في المؤتمر ان تكون هناك عمليه احترام تقوم عليها جميع انواع العلاقات، سواء في داخل المنزل بين الافراد والاسره او في خارج المنزل في العمل او الصلاه. لم يكن هناك احترام فلا قيمه لاي علاقه بناقصها يعني. ولو كانش هناك اهتمام فما تدعيش انك بتحبني. شايف ان الاطفال برضه بيسيبهم يعني بيجي لهم اثار نفسيه سيئه نتيجه مثلا انفصال الاب والام او مشاكل في البيت، شايف المشاكل دي بتاثر على ده شيء طبيعي لان هو الصحه النفسيه للطفل بتتحقق بناء على وجود جو اسري مستقل، وجود محبه بين الافراد وده بيظهر في اهتماماتهم لبعض. والطفل لو ما لهاش لو كان الاسره منفصله شيء طبيعي انه يفتقد الاستقرار ويفتقد المحبه الحميمه. المحبه موجوده، ممكن الاب يبقى بيحب ولاده جدا والام، ولكن انفصال عن بعض مفيش الجو الاسري الدفء اللي بين الاولاد وبين
لكن لغه هو شيء طبيعي انك تاثر بالصحه النفسيه بتاعتهم. شايف المؤتمر النهارده اثمر على توصيات مهمه من وجهه نظر حضرتك العلميه طبعا، شايف ان التوصيات مهمه النهارده؟ طبعا توصيات جميله جدا، ومنها ان احنا نهتم بقدر المستطاع ان يبقى في تفاهم بين الرجل والمراه لكي يكون هناك صحه نفسيه ناتجه عن الرضا، وبالتالي الرضا هيجي ان انا اشوف احساسها بالامان ده هيقول ان انا تحسسني ان انا بتقبل، يعني لازم يبقى في نوع من العطاء المتبادل. الكلام ده احنا بنهتم بيه وبنقوله وداخل الاسره، وان احنا نراعي الاطفال في قدراتهم، هم عايزين ايه مش عايزين ايه، شوفوا قدره الولد البنت في ايه ورغبته فيه، لكن ما اضغطش عليه وتوجهه توجيه معين هو مش هيعمل، لان انا نفسي فيه كنت عملت وانا كبير. يعني ما نحققش رغباتنا احنا في اولادنا، دي اهم توصيه. وتوصيه كمان انه يا ريت الاهالي يقللوا من استخدام اطفالهم للموبايلات، لان الموبايلات بتسبب بعض الامراض النهارده زي الانفصال عن المحيط الاجتماعي واحيانا يصل الى الصحه، فنقلل الموضوع ده شويه. نشكر حضرتك جدا يا دكتور، ميرسي جدا لوجودك معانا. أهلا وسهلا بحضرات المشاهدين الكرام، عدنا إليكم دائما، نسعد بحضراتكم ومتابعتكم دائما بفقرات برنامج حلوة يا بلدي. شعارنا في حب مصر نلتقي. وفي ختام البرنامج نحب نقول دايما يا مصر يا أم النيل والخضرة والأهرام، أنا عشقي ليكي دليل ونجوم سهر ما تنام، سهرانة ويا النيل عشقي غنى المواويل، يا مصر سحرك حكاوي وعالشطوط بيميل، يا مصر يا ام الكرم والناس الطيبين، مرفوع في أرضك علم عالي بقاله سنين، إنجيل مع قرآن حبك دفى وحنان، وأغلى شيء عندي يا حلوة يا بلدي. نحمد الله تعالى أن حفظ بلادنا بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحفظ أهل مصر الكرام من كل سوء، وندعو الله تعالى بالسلامة والأمن والاطمئنان دائما، وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.